السلام عليكم، ازيكم اخواتي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله يبقى فيديو مختلف جدا من نوعه، واول مره انزل النوع ده من الفيديوهات على القناه هنا، لان فيديو النهارده هيبقى رياكت. فاتمنى اكون خفيف الدم خفيف الروح خفيف الوزن على قلوبكم، وباذن الله تكون الحلقه خفيفه جميله لطيفه ظريفه كده مع بعضينا. ومعلش استحملوني لان اول مره رياكت يعني، فايه يعني مشوها لي، عدوا لي الدنيا يا جدعان، ما فيهاش مشكله. وطبعا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، الحاجات اللي احنا عارفينها دي بقى، تمام يعني احنا ما بقيناش صغيرين دلوقتي. وما تنسوش طبعا تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، نذكر الله، ما تنسوش ندعي اخواتنا في غزه سوريا اللي ربنا ينصرهم ويثبتهم رب العالمين ونعم كل هم فيه. ويلا بينا نبدا ونخش على اول برنامج معانا، وهو جاي ولا الدور الجاي. طبعا البرنامج ده بقى لي كتير قوي ما اتفرجتش عليه، واصلا ما اتفرجش عليه في العموم يعني، بس كنت بشوف له ريلز وحاجات زي كده يعني. المهم يعني يلا بقالنا كتير قوي ما شفناهوش، فيلا نشوف الدنيا اتغيرت في البرنامج قد ايه بقى. يلا تمام ماشي. هاي عامله ايه؟ ايه ده؟ المصرية السلسة دي مصرية، شكلها من الفلبين يا جدعان، من الصين، من الحتت دي. يلا مش مهم. الشتا خلاص يا جدعان، انا امبارح كنت متلج بس فرحان قوي. ايه يا صاحبي ده؟ ايه ده؟ مين اللي بيكتب الكلام ده؟ اكتبوا لي يا صاحبي، محدش مهتم. خديجة. عندك كام سنه؟ خديجة، حلو والله، بتدرسي ايه؟ والله حلو. نظم معلومات. نظم معلومات. CS. ثانية واحدة يا جدعان، ايه CS ده يا اخويا؟ الحاجات الغريبة دي يعني. شوف هي قالت نظم معلومات عادي، نظم معلومات عادي. CS ده صاحبي بيقول لك اعظم ممثل شفته، واكيد عارفين ليه. لو مش عارفين خش شوفوا اتكلم عن ايه. انت مين ده؟ مين الشيء ده؟ مين ده؟ مين المترجم؟ انت بتترجم ليه يا صاحبي؟ صدقني انا لو اعرف اقول لك. والكلام ملوش علاقه باللي بيتقال. بتعملي ايه في حياتك؟ بتعملي ايه في حياتك اصلا؟ مش بعمل حاجة معينة يعني، عادي، حياة فاضية جدا. ما بحبش ادخل في مواضيع اكبر من دماغي، انا يعني انسان تافه. ما بلاقيش وقت كتير انزل مع اصحابي. اللي هو انهي نوع؟ يعني ايه انهي نوع؟ أنهي نوع شنب إيه؟ ولا بشعر؟ لا صحابي مش انا. انا اول مره اسمع المصطلح ده والله. بقول لها بلاقيش وقت كتير انزل مع صحابي، تقول له انهي نوع؟ في صحاب خنازير، في صحاب حمير، في صحاب بهايم، في صحاب بني ادمين. انت بقى انهي نوع؟ لقيت ان انا في شنب ولا مش حضرتك؟ في بنات عندهم شنب برضه عادي. لا مش بشعر لا خالص. لا مش فاضي والله. مش فاضي؟ انا افتكرتك محترم يا اسطى. عندك ما عندكش بيست فريند بقى بنت؟ الله فاضي وشوية. ما كانش فاضي. وانت خد بالك الواد ده قلعبان، اوعي تامني له، الواد ده قلعبان، انا بقول لك اهو. ما عندكيش بس شوف حست خلاص. البنت دي محترمه. شوف انا مش عارف ايه اللي جابها البرنامج ده والله، جايه غلطه تقريبا، انا مش فاهم. A few moments later. صاحبتي قبل كده؟ عادي طبيعي يعني. طب إيه؟ حلو. طبيعي اصلا. وانا اللي فاكرك مؤدبه. انت مالكيش بس فريند؟ ليه ما حدش بيحب ولا بنت ولا ولد اصلا؟ اقسم بالله. ده توحد. ده ليه ده؟ ليه ما عندكيش بعرفش بنت؟ اعمل علاقات. ما بعرفش اعمل علاقات بقى. كفايه، انا دمعتي قريبه وقلبي رهيف. في ناس فعلا يا جدعان، بجد والله، مش ده بجد، مش هزار يعني، مش هزار دلوقتي. في ناس فعلا اقسم بالله بتعيش حياتها وحيده، ما بتعرفش تعمل علاقات. دي طبيعه في شخصيتهم. مش عايز اقول انطوائي، لانه ممكن عادي بيشارك وبيروح في مجالات وبيخش في حاجات كتيره جدا، بس ما بيعرفش يعمل صح. على فكره دي حاجه كارثه هتحس بيها قدام لما تكبر وتلاقي ان انت ما بقاش عندك صحاب، ما بقاش في حد عايز تعرف تحكي له مشاكلك. هتحس بيها لما تكبر. دايما مثلا وانتوا في التجمعات دايما هتلاقي واحد مثلا قاعد لوحده، واحد كده ما حدش بيحب يتكلم معاه، ما حدش بيحب يتعامل معاه. روح انت اقعد معاه، اضحك يا عم معاه، هزر معاه، اساله انت عامل ايه، ليه قاعد لوحدك. اشركوا في الحوارات ديت بتاعتكم غصب عنه، اجبروا بخاطرهم يا جدعان. هم نفسهم يعملوا زي باقي الناس بس هم مش عارفين عشان شخصيتهم. اتكلمت كلام جد، نرجع بقى تاني للهزار. يلا هو انا ما ابداش. ده مرض نفسي؟ مثلا اهلك دورهم ايه في حياتك؟ اهلي هيكون دورهم ايه؟ ابويا دوره ابويا، امي دورها امي. هم كل واحد بيلعب الدور بتاعه. انت ما ايه يعني؟ يكون اهلي دورهم ايه في حياتي؟ ايه السؤال الغريب ده؟ بيعملوا ايه في حياتي؟ ما ابويا وامي. اب وام بيعملوا ايه يعني؟ حاجه بقى بتحب ان هي تكون موجوده في الشخص اللي قدامك. بصي اقول لك على حاجه، انا مقتنع الطيبة. إن الشخصيه الطيبة مهمة مش قوي. اي حد يعرف يتعامل معايا، فحد يبقى فاهم التركيبه بقى اللي في دماغي دي عشان تعرف تتعامل معايا. يا عم تنيل، ده انت اهلك ذات نفسهم مش فاهمينك. انت عايز واحده تيجي من غريبه من بره تيجي تفهمك انت؟ يا عم توكل على الله يا عم. يا جدعان انا عندي مشكله مع المترجم بتاع الحلقه. ايه كده رونالدو لاعب جامد قوي بس ميسي في حته تانية. يعني انت عايزنا نعمل ايه؟ احنا نركز معاك في الكلام اللي انت كاتبه، ولا نسمع كلامهم هم، ولا ونتجاهلك، ولا انت عايز ايه؟ عشان انا مش فاهم بجد. ايه ده؟ ايه العبث اللي بيحصل ده؟ ارحم امي العيان. غفلتك يا مل. طريق السلام انت. انا
انا اسمي يوسف. عندك؟ الواد ده انا عارف، انا شفته في حته قبل كده الولا يوسف ده. انت بتعمل ايه في يومك؟ انا شغل واخد كل وقتي. تشتغل ايه؟ حرامي. يعني اللي هتتجوزني دي مخطط هيبقى افراح ودي. ديكور وكل حاجه أيوة، أيوة. هتبقى عليا. ده انت داخل على مصلحه يا اسطى، ودي انت داخل بتغري البت باللي عندك. انت جواك ايه؟ ده المهم. ما هو ده اهم حاجه. انا جوايا ايه، مش انا معايا ايه. مش خليها تتكلف اي حاجه، اي حاجه، اي حاجه. البت بقى عينيها زغللت دلوقتي بس. هبقى قايم بكل الواجب. ايه اول انطباع تاخديه عن الشخص اللي قدامك ان انت تنزلي مع ديت؟ ان يكون بس مترتب حد كده لايق على بعضه. يعني الدماغ فوق، الرجلين تحت، الصوابع في الكف. فاهم؟ حاجات بسيطه يعني ما ينفعش واحد دماغه في انت فاهم كويس ولا ايه؟ انا اول حاجه تعجبني فيها طيبة قلبها. طبعا احنا هنحاول. انت بتفكر يا اسطى، انت بتضحك على، احنا بنضحك على بعضينا. انت بتفكر عشان اقول انا مش لاقي حاجه اقولها، هي مفيش غير حاجه واحده بس انا مش هينفع اقولها، اقول لي بقى غيرها. طيبة قلبها يا صاحبي، ما تضحكش على البيت. عينيها. انت كداب ابو صلاح. كلمت بنت انا خلاص مش هكلم حد تاني. مش هكلم بنات. اللويا مخلص قوي. لو دخلت أيوه. انت هتبطل كده؟ لا شوف ايه يعني محترم. كان في كلام كده، كان شيبس كده اللي هو نص دول. كان في كلام تلميح من طرف واحد. مش عارف بيبقوا متصنعين في الاول. الحاجه الوحيده الوحشه اللي فيه ان انا عصبي جدا 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 وغيور. الاثنين عصبي وغيور. ايه ده يا اسطى؟ انت غريب جدا. احنا لازم ناخد واحد اوبن مايند. او كول مان والحاجات الحلوه دي. احكي لنا موقف مثلا حصل احكي لنا. انا جبت على اختي. طب ما طبيعي يا اسطى، ده عرضك. ايه طب ما اختك يا اسطى، ما طبيعي يا اسطى، ما اختك. انت عبيط يا ابني. لو انا نازل مثلا ديت وبتاع ولقيت هي بتعمل حركات مثلا بتلفت الانتباه اللي حواليها، لا اسيبها وامشي. هتعمل ايه؟ هتقوم تمشي ولا ولد. مين بقى من كل دول كان احسن واحد؟ احسن واحد؟ ادهم. انا ندمانه ان انا مشيته بجد. مين ادهم؟ المهندس الاصغر مني. ما هو دايما بتلاقي الشخص المناسب في كل حاجه. بس ما حدش بياخد كل حاجه، لازم تتعلمي من واحد زياده عليك. انا والله اتعلمت. ادهم شوقي هو ده احسن واحد. المهندس اللي اصغر مني اجمد واحد فينا. ده الانسان بقى، تكون الحاجه حلوه في ايدك، في ايه اول ما تمشي وانت اللي ممشيها، تقعد تندم عليها بقى وتزعل وتشغل اغاني حزينه بقى. وانا خنتك امبارح وقلبي مش مسامح. خنتها ليه يا ابني؟ من الاول اهو. ادهم اهو. عمرو. لا ده ما طلعش ادهم. امال في مين ادهم يا اخويا؟ بشتغل دلوقتي ريل استيت. اوكي. اهو سي اس. هي دي السي اس، ريل استيت. او ممكن هو غير المهنه، يعني دخل جوه البروفه راح غير المهنه. الشو الجديد بقى راح عامل مهنه جديده. بروح الجامعه او ما بروحش. بموديل. بشتغل برضو في شركه سياحه. اي حد في الدنيا دلوقتي ما بيعملش اي حاجه في حياته. انا موديل، انا بموديل. ايوه انت مش شايفني؟ انا موديل يا اسطى. انا بروح الجيم. بلعب MMA. ايه MMA ده صح؟ تلعب ماما ازاي يعني؟ ايه ماما اللي انت بتلعبها دي؟ ايه الريد فلاجز اللي انت ممكن تشوفها في اي بنت؟ كده البيزكس. اوكي. خيانه. حضرتك بتقول ايه؟ الخيانه دي مش ريد فلاج. خيانه ايه اللي ريد فلاج؟ الخيانه دي خلاص العلاقه انتهت. ريد فلاج دي صفات مش حلوه، تعرفش انت تتعايش معاها. يعني الخيانه دي يعني انت ايه يا اسطى؟ يعني ممكن تخونك وترجعوا تاني ولا ايه؟ ما الخيانه دي تنهي كل حاجه. بتخوني يا عم حسام. بتفكري ان انت تعملي ايه لسه بتجاه في حياتك؟ غدارة بنت. البنت دي صعبانه. صاحبي حقك عليا، انت اترفضت مرتين، التالتة خد بعضك وروح. برضه هو الحلقه مفيش غير ولدين بس. انت ايه الجودة في امان. الريد فلاجز بتاعتي انا ما عنديش ريد فلاجز. اول ريد فلاج، مفيش حد في الدنيا ما عندوش ريد فلاج. مفيش اي حد ما عندوش عيوب في شخصيته. لازم هتلاقي في شخصيته. احنا مش ملايكه اصلا. عندك بيست فريندز بنات وجيرل بيست فريند؟ لا انا ما عنديش الاوبشن ده خالص. جدع. عندك صحاب بنات؟ جدع جو. اوكي. لا انا عندي بوي بيست فريند بس يعني لو ايه وضع في حياتك؟ ايه وضع في حياتك؟ صديق حميم يعني. اللي هو بيست فريند يعني. بحكي له بيحكي لي، بكون متضايقه بروح اخرج معاه بالليل وهو بيهديني، بيعزمني على كشري من عند ابو طارق، فاهم؟ زلابيه محروقه من على الكورنيش. بيست فريند يعني، فاهم؟ يجي هيسلمني لجوزي يوم الفرح، هو اللي ياخدني من ايدي كده يوصلني. ده اخويا اللي ما جابتوش امي. ده بيست فريند بتاعي ده. مهتم قوي في حياتك ولا اللي هو مش
ممكن تستغني عنه. هما كذا واحد فمش لا بستات كتير. تمام. لا لا واحد عادي وواحد وكلهم بقى بيكملوا بعض. المجتمع ده عشان بحبها. ده اسد. عشان انت البيست فريند اولى احسن ابلع. هو ده ادهم، هو ده ادهم. انت اسمك ايه؟ حسن. لا ده مش ادهم، ده مش ادهم، مش ادهم. ده ايه الفلاجز بتاعتك انت؟ لا انا مفيش اي حاجه. انت كداب يا اسطى. على النعمه انت ذرات وبطنك فاضيه، وعز الجلد انت ذرات وبطنك فاضيه. مفيش حد ما عندوش ريد فلاج يا اسطى. يا اسطى وربنا انت مش ملاك يا اسطى، نازل لنا من السما يا اسطى. والله ريد فلاج ان انتوا بتقولوا ان ما عندكوش ريد فلاجز. انا قلت لهم انا جدع. عايزه اقول لكم الريد فلاجز بتاعتي. كل حد أنا فيه جدع. الحلو وفيه الوحش. ايه بقى الوحش؟ ما انت تشوفيه. هو انت قرفان ليه يا اسطى؟ انت قرفان ليه؟ انت جاي غصب عنك؟ ما كنتش جيت يعني. انت مين اجبرك ان انت تيجي؟ هل عليك وصولات يعني؟ انت لو ما جيتش هتتحبس في ايه يا اسطى؟ مالك؟ مشي الدنيا يا اسطى. طب ايه اللي ما كنتش بتحبوا فيك؟ عشان كنت بكلم بنات يعني، بس كانوا صحابي. طب ما نسوانجي ماشي. ده ريد فلاج يعني. لا كانوا صحابي، في فرق. صحابي صحابك عادي يعني وهي أيوة. اوفر يعني. كنت بوريها كل حاجه، كانت بتشوفهم، كانت وإيه تقعد لا؟ تقول لي صحابي شافوك. طب لا ما روح سبتوا تضايق بعض صحابك. ليه؟ ايه؟ ما سبتوا انا بعض زهقت ليه؟ بصراحه. انت عايز تهتم بيك وانت اصلا بتكلم بنات. ما هو ده ما أكتر. حصلش غير لما انا شفت منها ان هي مقصره في حاجه. خاين اصلا. زباله قوي يا جدعان، والله العظيم زباله. شفتوا الريد فلاجز بتظهر ازاي؟ ما عنديش ريد فلاجز يا اسطى. انا توب، انا فل. اول ما خاين يعني. هي ما بتهتمش، تروح انت تروح تخونها تكلم عليها بنات، يا وجع الريد فلاج اقسم بالله. قررت تخونها يعني. مش بخونها قوي يعني على الضيق. مش بتخونها على الضيق. على الضيق كده اللي هو ايه، حسن واثنين اخرون يشعر بالخيانه، فاهم؟ على الضيق محدش يعرف. هتدوس على الباز هتفرتك لك دماغك. لا وهو اللي بيعمل. البنت اتصدت ده واد بجح قوي والله العظيم. والله البنت دي كويسه يعني، بس مش عارف ايه اللي جابها البرنامج ده، والله جايه غلطه يعني. الحمد لله. اسمك ايه؟ خديجه. وانت؟ عندك كام سنه؟ وانت؟ انا حسن. انت تنك ليه؟ يلا السئاله اللي انت فيها دي، والله انت جايه غلطه، انت جايه غلطه اقسم بالله. والواد ده مش هياكل معاك يعني. لا الاثنين دول عكس بعض مش جايين مع بعض. حاسك مش طايقاني قاعده متكتف. انت اصلا مش طايقنا من اول ما جيت. هو انت في حد مزعلك ولا ايه؟ شوف اهو والله شوف ده. ما جبتش حاجه من عندي اقسم بالله. الواد فعلا غريب، في حاجه غريبه يا جدعان اقسم بالله. ايه يا عم ده؟ عموما يعني لو هو عنده صحاب بنات تحس ان الموضوع ده طب اقوم امشي يعني. ما انت طبيعي يا اسطى تقوم تمشي. انتوا اتنين مش راكبين على بعض نهائي يا اسطى. ما عندي صحاب بنات وصحاب ولاد يعني طبيعي. هو انا يبقى عندي صحاب ولاد وصحاب بنات لا اكيد. قبل كده. اللي لا، اللي ما تقبلوش على نفسك ما تقبلوش على غيرك، اللي تقبله على نفسك يقبله على غيرك. ما تبقاش يا اسطى. وسع بقى خلقك بقى يا اسطى بقى. وسع بقى المدارك بقى. وسع بقى المايندز عندك بقى يا اسطى بقى. ده ايه يا عم ده بقى الناس ده يا عم؟ لا هيبقى ماشي. عندك صحاب بنات بس. خلاص يبقى انت عندك صحاب ولاد بس. ما تعصبناش بقى يا عم. صحاب بنات بس. انت انا صحاب بنات بس وانت صحاب بنات وانا بس. عدل ربنا ده، انت بنات بس وانا بنات بس. عادي، ما انت زي اختهم يعني. قشطه. طب ما تحبها انت وتتجوزوا بعض وتسيبوني. طب ماشي انا بحبها، بس هي طب بس دخلوني يعني هي ليه؟ البيست فريند بتاعتي على جنب كده. انت حاجه وهي حاجه بس انت مش سالك يا اسطى. وانا اجيب بقى بيست فريند ولد ونعرف بقى دي على ده ويبقى هم مش في حياتهم واحنا جدع. مش تتعرف على حد جدع. ده غير. مفيش قطع غيار والله العظيم يا اسطى. مفيش قطع غيار. مفيش. انت هتموتني منك في مره. كلام مش عاجبك يعني. انت اصلا شخصيا مش عاجبك. انا قلت ايه؟ على النعمه انا فهمان. علي النعمه انا فهمان. من اول حلقه قلت لكم الاثنين دول مش هيركبوا مع بعض. صعبه. انا عايز حد يكتشفني. لا هي تخف شويه يعني، ما تبقاش قريبه زي اصلا الاول. تخف شويه يعني. هي اصلا واحنا مش هتبقى خفت لا ما ليه تخف؟ يعني. انا هي كلمتك في حاجه. مرتبط وداخل في خطوبه وجواز وحاجات زي كده ومعاه بيست فريند. شفت يا دودو تكلمني بتتخانق معايا علشان انا بكلمك، متضايقه مني. شوف ازاي يا دودو الحوار مزعلها. النهارده مديري زعق لي في الشغل يا دودو. ما تحكيش لخديجه ليه يا اسطى الكلام ده؟ المدير زعق لي يا خدوجه. ولا انت دودو حلوه؟ عيب يا اسطى والله. الو المدير لسه على الخط. هو خلاص يا اسطى. السلام عليكم. توكل على الله. سلامة يا قلبي. سلمني عليها. حاضر. زعلان من حاجه؟ كنتش زعلانه، كانت زعلانه من الاول. طب هي كانت زعلانه من ايه اللي مزعلها؟ عندها نفسيه من البيست فريند بتاعتي، مش حباها، مش عايز تعرف. بس البنت في الخلفيه بتضحك. خسرتني، خسرت البيست فريند بتاعتي. احسن خساره انا خسرتها. لا يكون ده ادهم يا جدعان. انا عادي يعني، المسافات ما بتفرقش. اسمه ايه ده؟ لان ما بيفرقش. لا انا عادي تمام. انا اصلا ما بحبش ارتبط بحد اصغر مني، بحس دماغهم صغيره. يا ولا عاقل انت. وانت يعني مثلا بالنسبه لي انت دلوقتي اصغر مني هيبقى ايه؟ لا والولد عامه دماغه اكبر عن البنت يعني. في سنه كام؟ انا اسمعها العكس. هندسه. يبقى هو ده ادهم.
مهندس. هو ده ادهم، عندك رحلة مثلاً البحث عن ادهم. كفايه طريقه عامه. لا لا والله إيه. أنا زي الفل. طيب اتكلم بقى. انت بتدرسي ايه اصلا؟ نظم معلومات. طب ما جامد. انت قلت لي في اولى حلو. صح؟ انا بقول تخصص يعني تاني سنه. يعني سنة تانية عندك بحب صحاب؟ جدع. صحابي كتير. جدع بس اصلا. اغلبهم ولاد. على القهوة رجولة مش يالا. اصلا فكره البيست انا مش انا حبيته، انا حبيته يا جدعان والله. العقد ده ولا عندي ولا عندك. ده كده كده تمام لازم كده. طب انت محترم يا جدعان، انت محترم يا اسطى. احترم وجودك كراجل في حياتي وانت تحترم. ده كده تمام. ما بحبش بقى لبس الكروب توب والحاجات دي. انت انا بحب اللي يلبس طرح اكتر يعني. انت جامد يا اسطى. حبيبي يا طرح. عندك مشكله مع الزن؟ لا حد زنان؟ وانا عامه بحب البنت اللي معايا تحبها تتكلم كتير. انا بحب ارغي. جامد. مثلا بتحب تسمع اكتر؟ هحب اتكلم اكيد. انا بحب اصلا يعني ممكن ارجع من البيت اللي هو اشاركها كل حاجه بقى عن يومي وتفاصيل. اهو اخد دوجة، شفتي المدير بتاعي زعق لي والله، يعني يرضيك كده يحكي لها بقى زي المدير. انت لسه على الخط برضه؟ سلام عليكم انا اسف. عندك وحيد وايه تاني؟ حتى عارف لو كان اسمك احمد بقى؟ لا انا اسمي ادهم عامه. هو ادهم. الله حاسس ان انا عملت انجاز. يعني واصغر مني يعني مهندس. حاسس ان انا عملت انجاز والله. وحيد. طب انا هعمل ايه؟ انا اكيد. افضل يا عبيطه، عملت ايه؟ ده انتوا لاقيين على بعض. خساره في البرنامج ده، انت جيت غلطه. لا ادهم يالا، انا حبيتك يا ادهم يالا، انت محترم، شاب كويس من جواك. مشكلته الوحيده مش وحيده بصراحه. هو مهندس واصغر مني وعصبي ووحيد. انت بتساعدها. وبكده يا جدعان تكون حلقتنا خلصت، الحمد لله رب العالمين انها خلصت على كده. فاتمنى اكون خفيف ظريف لطيف عليكم، ودمي يكون خفيف على قلوبكم، وتكون انبسطنا النهارده بالفيديو. فلو عجب الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك، ظبطني بقى سبسكرايب، فاهم، اشترك في القناه، يعني اي حاجه حلوه كده منك والله هفرح. ولو عايز نعمل رياكتات زي كده تاني اكتب لي تحت في الكومنتس. لو عايزني اجرب على فيديوهات تانية او برامج تانية وحاجات تانية برضو اكتب لي تحت في الكومنتس، يعني مش تخسر حاجه. وهنشوف بعض وهنتصور، نبقى الدنيا حلوه، نبقى فاميلي كده يا جدعان مع بعضين. اشوفكم على خير باذن الله قريب جدا. كان معاكم زوجر، اشوفكم فيديو جديد باذن الله تعالى. سلام.